خليني معايا الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. دكتور مجدي، مساء الخير. يا مساء الخيرات إيهاب والضيف الكريم والضيوف كلهم اخبارك يا دكتور؟ العالم كله، اهلا بكم الحساسيه جميعا. مبهدلانا على الاخر. دكتور مجدي، يعني خليني اتكلم بشكل عام. ايه اللي حصل في ملف الصحه في مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 الى الان؟ شوف حضرتك، للاسف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ورث مشكلات صحيه عديده متراكمه منذ عقود. استهدف النهوض بالحاله الصحيه العامه والمنظومه الصحيه ككل، صحه المراه، صحه الطفل، صحه الاسره، بناء المصري الجديد. بحيث اوعى تفتكر اللي بينجح في اوروبا ده او بينجح في امريكا جه عشان مثلا تعليم بس، لا ده عشان صحه وتعليم وتغذيه وتفوق الرياضه. احنا بنشوف الدول العالم وراها منظومه صحيه رائعه في الدول دي، فان شاء الله نخطو مثلهم. دلوقتي عندك مثلا المشروع القومي للمستشفيات النموذجيه، المشروع ده هو اللي خلاك تقف على رجلك اما جت جائحه الكورونا، هو اللي خلاك تقدر تقول ان معدلات الشفاء في المستشفيات المصريه تفوقت على المستشفيات الامريكيه والاوروبيه، عشان كان عندك المبادره بتاعت المستشفيات النموذجيه دي. عندك 48 مستشفى، في 19 مستشفى جامعي تقريبا، 29 مستشفى حكومي، واعتقد زياده الاعداد دي كلها. صحه الام والجنين، فحص السمع، الاطفال اللي كانوا بتقول انت عارف هنا زواج الاقارب عندنا والمشاكل اللي بتحصل في اول سنتين ولا الحمل والحاجات دي كلها. ممكن الطفل يتولد عنده اعاقه سمعيه. تخيل لما يبقى الطفل عايش في الدنيا ومختلف خالص، عالم تاني مختلف عن العالم الحقيقي. اما تاخد الطفل ده وتدخله تاني في الحياه بشكل عام، تعمل له البحث عن الاعاقه السمعيه. عندك حوالي 5000 وحده في مصر تكشف عن هذه الاعاقه، الانيميا والسمنه والتقزم، الاعتلال الكلوي، قوائم الانتظار الرائعه، نور حياه، 100 مليون صحه طبعا. وما تنساش كمان مزرعه 100 مليون شجره، دي برضه هتفيدني اصلا تغير المناخ. عندنا في مصر قوائم انتظار. حصل ثوره لم تتوقع، تقريبا 1,118,000 جراحه، العمليات 14 تخصص: قلب، عظام، رمد، اورام، قسطره مخيه، قسطره القلب، المخ والاعصاب، زراعه الكلى، زراعه الكبد، زراعه القوقعه، وهقف عندها. عندك 44 زراعه فين؟ في المنيا، المنيا بس، المنيا، مش هقول لك المناطق الاخرى، فده رائع جدا. معهد السمع والكلام 1200، يعني حاجات ما كناش نحلم بيها، والعمليه بتتكلف 160,000، المريض ما بيدفعش حاجه خالص. ده غير المتابعه يا دكتور مجدي. طبعا، والطفل بعد كده هيبقى يسمع ويروح المدرسه ويتواصل، ومفيش مشاكل في التخاطب ومفيش مشاكل نفسيه، وان شاء الله تلاقيه طبيب ولا مهندس ولا اعلام، يعني حاجات ما كناش نحلم بيها خالص. زراعه النخاع ايضا ما كناش، يعني مثلا من 40 سنه زراعه النخاع ما كناش نقول لك في خبير جاي من بره هيدينا محاضره عن زراعه النخاع، نروح نسمعه ونقول يا سلام، دلوقتي بتقول خلاص في مصر. طفره رائعه، بل هي طفرات رائعه في الاستثمار في صحه المصريين لم نكن نحلم بها، الحمد لله. وده يخلينا ان احنا نقول ما دام نجحنا في الصحه ان شاء الله هننجح في التعليم وننجح في الرياضه وننجح في كل شيء ان شاء الله. بالتاكيد بالتاكيد. يمكن برضو استكمالا لرؤيه حضرتك دكتور مجدي، ان ضيفي قال ان هذه المبادرات الرئاسيه اللي تحدثت عنها باستفاضه دكتور مجدي دلوقتي، بقى عندنا شكل، بقى عندنا خريطه توضح يعني الحاله الصحيه لكل المصريين، وبالتالي اي تخطيط خاص في مجال الصحة احنا عندنا البيانات كلها، ده في عنده كذا، دول عندهم كذا، كم في المية محتاجين كذا، فبالتالي المسألة بقت أكثر رؤية وأكثر وضوح. دكتور مجدي، طبعا حضرتك أستاذنا وخبير في مجال الحساسية، وهنا عايز أتكلم على منظومة أو يعني حياة كريمة، تلك المظلة المصرية الكبيرة التي أعتقد أنها سوف تغير من شكل يعني القرى المصرية والداخل المصري. لان انا دايما اقول ان الريف عندنا ما يختلفش عن الريف اللي بره، بس احنا محتاجين ايه؟ شويه نظافه كده وشويه اهتمام، المصارف اللي بيتم تغطيتها، الطرق اللي بيتم رصفها، وجود وحدات صحيه لمباشره مهامها داخل كل قريه، حياه كريمه، ودورها حتى كمان في مساله التلوث. يا دكتور مجدي، بحضرتك خبير في هذه المساله، وانت عارف ان الحساسيه اصلا تراب، عفر، رطوبه، حاجات كتيره قوي فيها سبب، يعني من اسبابها التلوث. انا بحييك حضرتك استاذ ايهاب، انت منبر اعلامي، انت يعني كشفت حاجه انا كنت هفجرها قريبا. سالت سؤال ده في احدى المحاضرات، هو ليه يا دكتور مجدي بتنشا الفيروسات الجديده؟ وقعدنا نعد اسباب 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 اسباب. من ضمن الاسباب اللي بتخلي الفيروسات المستجده تظهر في بعض الدول، وانتم عارفين الدول اللي بيجي لنا منها الفيروسات كل شويه، مش هنقول على اساميها. واحد، ان عندهم هناك اكتظاظ سكاني. يعني ايه؟ يعني عندهم
مدن بيسموها الميجا سيتيز اللي فيها فوق ال 10 مليون. تلاقي الدوله مثلا فيها 6 دوله اللي بيجي لنا مثلا المشاكل دي منها 6 مدن كبيره جدا، وعندهم مثلا 500 مدينه فوق ال 10 مليون. فطبعا الاقتصاد يبقى دي نمره واحد اللي بتخلي تجي لك فيروسات جديده، واثنين اللي هو بيسموها البنيه التحتيه السيئه، ثلاثه اللي هو انعدام الرعايه الصحيه والخدمات. يبقى الحاجات دي كلها الثلاثه دول مع نمط غذائي سيء عشان في فقر ومش في عشوائيات، والعشوائيات موجوده في كل العواصم العالم. كل المدن بتروحوا اي مدينه في العالم كبيره انزل قول لهم بس عايز اروح العشوائيات اللي عندكم، موجوده في كل المدن وحاطينها في اوروبا وامريكا وكل حاجه. العشوائيات مع الحاجات اللي انا قلت عليها في الاول دي هي من ضمن الاسباب الخفيه التي لم يتنبه اليها الكثيرون في العالم. هي دي اللي بتطلع الفيروسات المستجده. تعمل ايه؟ الفيروسات بتتنقل من الحيوانات وبين الناس بينهم وبين بعض وبين الفضلات اللي في المجاري وتنقل، والناس بتقعد في مكان ضيق وبيتنفسوا بالليل مع بعض في مكان ضيق واعداد كبيره، فده بيخلي الفيروسات تطلع. بعد شويه 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 تنتقل من دوله لدوله وتسافر بالسفن والطائرات وتعمل لك الجائحات اللي احنا بنشوفها كل شويه. تسمع يقول لك ايه؟ الكورونا، الاوميكرون، يوم القيامه، القروض، اللي غير وهكذا، والايدز قبل كده. فالحاجات دي كلها كانت من ضمن الاسباب اللي احنا دلوقتي بنقول لجميع الحكومات في العالم والمسؤولين في الصحه خلي بالكم انتوا دلوقتي صحه العالم وصحه البشر اصبحت مش منفصله عن بعض، صحه المواطن وفي حاجه اسمها الفيروسات المستجده. احنا خايفين من الجائحه اكس، الجائحه اكس اللي هي اللي جايه اللي هتموت مئات الملايين، هتيجي من فيروس جديد من هذه المناطق. يبقى قاعده ومعلومه جديده للعالم كله ان حياه كريمه تمنع نشأة الفيروسات المستجدة ومحدش واخد باله منها خالص. جميل جدا. الناس اللي تشوف دلوقتي تروح عند الفسطاط تروح في المناطق الجديدة بشوفها مدن كتيرة طالعة، الناس دي أصبحت تعيش في مناطق واسعة مفيش فيها اقتصاد، مفيش فيها تكدس، فيها تعليم، فيها صحة، فيها شوارع، فيها هواء نقي، فيها بعد عن التلوث، تغير المناخ. هم دول اللي هينعموا بعالم خالي من الفيروسات المستجدة والفيروسات الناشئة. تمام. دكتور مجدي، اخيرا خليني اتكلم ان احنا دلوقتي في يعني تغير فصول، وفي يعني مش عارف هي ظاهره ولا ايه، الناس كتير عندها برد وناس كتير يعني بيحصل عندها لبس، خاصه ان بيقول مش عارف ايه الخلوي او حاجه في حاجه كده يعني. ايه موضوع تغيير الفصول، وايه يعني سريعا في نقاط كده تقول للناس ايه خلي بالكم؟ تغيير الفصول ده ممكن يعمل حساسيه، مساله ان الجو برد، الحمام السخن، لا القعدات اللي فيها مثلا التدفئه، اللي تقول للناس ايه بشكل عام يا دكتور في التغير ده؟ حضرتك ثقافه التعايش مع تغير المناخ. اهلا وسهلا. الحراره بتوصل في روسيا ماينس 60 تحت الصفر، وكندا ماينس 52، وامريكا دلوقتي اكبر الجامعات دلوقتي في امريكا شمال امريكا بقى لهم 4 ايام ما ناموش بيعملوا تجارب في عز البرد 12 تحت الصفر، 12 تحت الصفر، وفي مصريين ما شاء الله شغالين هناك زي الفل. فخلي بالنا تغير المناخ دي ثقافه لازم احنا نقول هنعيش وهنشتغل ومش هنبطل تعليم ومش هنبطل شغل وهنشتغل ومش هنقفل المصنع والمدرسه حتى لو في فيضانات او في ثلج او في حراره. 1 2 ان احنا لازم نعرف ان احنا لازم هنعيش في كوكب في كائنات اخرى. التعامل مع الكائنات الاخرى يبدا بالاحترام وان انا اشوفها، بس انا ما بشوفهاش، انا مش شايف الميكروبات قدامي. تخيل انها موجوده، تخيل انها موجوده على السطح اللي قدامك دلوقتي وعلى ايد اللي قدامك دلوقتي. فلم نفسك زي ما بيقولوا كده. يبقى هتبعد أيوه. يقول لك هتبعد عن الناس على قدر الامكان دلوقتي. التباعد الجسدي 1 2 تعرف ان الفتحات التباعد الجسدي ده احنا برد يا دكتور، يعني الناس بتقرب من بعضها. الله يخليك. اما بيقربوا بعض بيدخنوا، دي احد الاسباب. التدخين لازم الناس تعرف بقى. يقول لك انا مش خايف من السرطان، ايه يعني؟ انا مش خايف من الضغط المرتفع. أيوه. طب هتخاف من اللي جاي. تعرف حضرتك ان الابحاث الحديثه بتقول ان تدخين كل فرد منا سيجاره واحده يؤدي الى تلوث المناخ ب 14 جرام من الكربون، ويظل الغازات المنبعثه من هذا التلوث من 300 ل 1000 سنه. مين هيدخن بعد كده بعد ما يعرف المعلومه دي؟ دي حديثه جدا وما انتشرتش لسه، دي مؤكده موثقه. بعد كده بقى كمان ان التدخين في البيوت عشان احنا عاملين نقرب من بعض عشان الشتاء بيؤدي الى زياده امراض تنفسيه، ان احنا بنلمس الانف والفم والعين بدون تعقيم اليد او غسلها، ان احنا ما بناكلش كويس، اصل احنا بناكل فاست فود وفرحانين بالمطاعم اللي بيقولوا عليها. ليه؟ ما تاكل الاكل بتاع البيت.
فين انا قدامي دلوقتي مثل اخضر اهو، فين الجرجير وفين الفجل وفين كل حاجه بياكلوها الفلاحين المصريين كلها تاني. بالتأكيد هو دلوقتي كان بياكلوا كرومر ما كان عايش في مصر كان بياكل الاكل بتاعه، عاش 20 سنه وكان متمتع بالحياه في مصر عشان كان بياكل اكل صحي. لو سمحتوا بطلوا البلبعه، مش عايز مضاد حيوي عمال على بطال أيوه. ولا مستكملات عماله على بطال. ولو سمحتوا تناموا بدري، الله يخليكم ناموا بدري، النوم المبكر يرفع المناعه. احنا بننام الساعه 6 الصبح يا دكتور. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيصحى 6 الصبح، اصحى زي الصبح واعمل رياضه، اركب بسكليته، امشي، اعمل حاجه. الرياضه صحه وبركه ومناعه في جميع الاعمار. رسائل هامه من خبير يعني كبير له كل الاحترام والتقدير، الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه.